هذا الغالبية يا أخوان. سمو الأمير يقول لك سمو الأمير فيصل، نريد لاعب عالمي على مستوى عالي في صناعة اللعب ومهاجم صريح، لأننا نرى أنه كرؤوس حربة لا نرى إلا الكابتن محمد السهلاوي الذي يطبق باحترافية دوره كرأس حربة، مع احترامنا وتقديرنا للكابتن سعد والكابتن ريان بلال، إلا أنهم لم يكونوا في مستواهم من خلال بداية الموسم إلى مباراة الوحدة. والله يا اخوان الحين ما نقدر نتحدث عن الموضوع لانه باقي لنا 3 شهور من فتره التسجيل الثاني. صحيح. طيب في كلام عن ايقاف برناوي، طرقوا لي من تسبب باصابه السهلاوي، الى متى يا سمو الامير وجدار النصر قصير؟ اسال الامير لماذا يتم السكوت عن ما يتعرض له النصر من ظلم من قبل لجان الاتحاد السعودي. من بيوقف برناوي بعد عافي؟ اليوم يقولون يا سمو الامير اخبار في الصحافه انه هناك توجه من قبل لجان الانضباط انه راح يتم ايقاف عبد البرناوي. يعني ما ادري عاد هذه مشكله صحافتهم، ان تحاول التشويش باي طريقه ممكنه، يعني تستغل مثلا خساره النصر، خساره في يعني خساره وحيده من انطلاقته، وتجعلها كانها مصيبه المصائب، مع انها يعني اغضبتنا احنا كجماهير، لكنها تهول من قبلهم من قبل الصحافه. طيب سمو الامير كيفون هذا ما شفنا صلح شيء بصراحه عبد البرناوي. الشيء الثاني في احد الاخوان اسمه بدر يقول سلم لي على سمو الامير وقول له ما قصرت، بس عقد رزفان اكبر قيمه من عقد ويلي هامسون، الكاذب بالرقم، يعني يقصد عقد ويلي اي نعم هو ذكرها كذا سمو الامير، يقول عقد رزفان اكبر من قيمه عقد ويلي هامسون الكاذب بالرقم، وهو موقع او تم توقيع مده موسم 1.5 مليون يورو، ولي 3 سنوات 2 مليون يورو. وغير ذلك اللاعب رزفان لاعب دولي ولاعب يعني طالب فيه باريس سان جيرمان وطالبت فيه أندية كثيرة جدا، مع ذلك لم نراه يتأقلم أو يؤدي في نادي النصر، مع أنه لاعب دولي اسمه الأمير في منتخب رومانيا. هل تحدثتم مع اللاعب؟ نصبر على لاعبيننا شوي بس شوي. يعني سمو الأمير المشكلة في التأقلم مثلا، أو أنه في تكتيك زنقة اللي يبغى يطبقه، يعني في بعض اللاعبين ما يعني طبعا عندك الحين 6 أو 7 لاعبين جدد. صحيح. طيب سمو الأمير بما أنك يعني رئيس النادي النصر، أكيد أنك موقع أمور فنية، يعني عندك خلفية ولا لا سمو الأمير؟ هذا شيء مفروغ منه. طبعا ما في شك. طيب جميل جدا. أنا يعني سؤال من قبل يعني سمو الأمير، مثلا الآن نرى أن والتر زنقة زي أمس عبد الرحمن القحطاني يمين، يعني زي ما يسمونه سمو الأمير طريقة المقصات أو طريقة اللي هو مثلا زي ما نشوف مثلا ميسي في برشلونة يلعب في الجهة اليمنى مع أنه يلعب قدم اليسرى. فهل والتر زنقة سمو الأمير يريد تطبيق تكتيك أوروبي بحت بحيث أنه يلعب عبد الرحمن القحطاني على اليمين وصاحب القدم اليسرى، على أساس أنه تتاح له الفرصة بالتسديد أو التسجيل أو حتى صناعة اللعب برجل اليسرى أو يخش بالعمق في المنطقة المقابل؟ يعني هذا التكتيك زنقة سمو الأمير. صحيح كلامك. وحتى منتخب هولندا كان يلعب بنفس الطريقة، كان روبن على اليمين وهو يلعب باليسار. طيب سمو الأمير ما تشوف أنه التكتيك هذا جديد على الدوري السعودي بشكل عام أو حتى على لاعبتنا اللعيبة السعوديين المحليين؟ اي بس بإذن الله إذا تأقلموا على هذا التكتيك إن شاء الله بيفيد. طيب جميل جدا. طبعا أحد الأخوان يسأل يقول يا سمو الأمير فيصل بن تركي، نريد موعد لاجتماع هيئة أعضاء الشرف، لماذا بإذن الله إن شاء الله في القريب العاجل بنحدد موعد. طيب جميل جدا. السؤال آخر اسمه الأمير يقول تكاثرت أو كثر الحديث عن رواتب اللاعبين، بينما نرى أخبار في الصحف في الأمس أنه تم ضخ تقريبا 4 مليون ريال في خزينة النادي وسداد جميع متاخرات الرواتب. يا أخوان أنا المشكلة هذا شيء مضحك بالنسبة لي. اليوم سئلت بعد المباراة على هالموضوع. احنا لاعبيننا ما تأخرنا عليهم الا شهر واحد، في أندية متأخرة 5 شهور و4 شهور. ليش دائما نادي النصر هو الموضوع يعني الصحافة؟ وهنا المشكلة انهم يهولون الامور، يعني بكون معك صريح، يعني نادي الهلال 4 رواتب او 5 رواتب الى الان
ومكافآت. ما اتكلم على اي نادي. لا انا الان اللي بتكلم اسمه الامير، انا بتكلم كمشجع، انا اتحدث كمشجع في نادي الهلال ونادي الاهلي وكثير من الانديه. انا ضربت لك مثال بنادي الهلال 4 إلى 5 رواتب لم تسلم الى الان. مكافآت الدوري العام الماضي جزء منها سلموا اللاعبين، الجزء الاخر لم يسلموا الى الان. القضيه يا سمو الامير اذا اخذناها بهالمنحنى راح نتحدث عن اعلام، راح يكون المحور في حديث الاعلام يا سمو الامير، راح يعني نعيد القول باننا يا سمو الامير يا جماهير نادي النصر قصه الامور الماديه باذن الله كل شيء مسدد وكل شيء ممتاز في الامور الماديه. يعني ما في رواتب متاخره ولا في اي شيء من هالكلام يا سمو الامير، ولا عقود متاخره. انه ممكن في راتبين متاخر، يشغلونكم قصه 40 مليون و30 مليون والحكي الفاضي هذا. اي جميل جدا، حلو. طيب سمو الامير، طبعا انت شايف الوضع حتى في الصحافه انها تتحدث عن منصب مدير الفريق. ماجد عبد الله جاء، ماجد عبد الله راح، ماجد عبد الله اجتمع مع الامير فيصل بن تركي. ماجد عبد الله لن ياتي، ما راح يكون مدير الفريق ماجد عبد الله. انا لن اوافق اصلا. طيب جميل جدا. طيب سمو الامير عينته لكن تكلمت معه بالتليفون وكان في امور طويلة عريضة وفي الاخير قررت اني ابقى على سالم الاسماك كمدير كرة القدم ومدير عام وبعدين بنقرر. يعني سمو الامير انا اذكر في توجه سابق لكم في ادارة نادي النصر انه يعني على اسئلة الاخوان الكابتن فهد الهريفي مثلا، مع انه مطلب الكثير يطالبون بالكابتن فهد. لا ما صح. فهد يعني لاعب خدم نادي النصر ولاعب مثالي يعني. لكن يعني ما اظن انه بنجيب فهد. طيب جميل جدا. طيب سمو الامير يعني انا في سؤال هنا بس انه ما طيب اسأل سمو الامير، هل صحيح انه بلغ اعضاء الشرف اذا لم يقفوا معه خلال الفترة القادمة سيعلن استقالته، وهل سيعلن نائب رئيس خلال الاسبوع القادم؟ انا ثقيل. هذا السؤال يقول هل صحيح انه الامير فيصل بن تركي يعني بلغ اعضاء الشرف اذا لم يقفوا معه خلال الفترة القادمة سيعلن استقالته؟ انا بقول لك كلمة عامية في الرياض يقولون سن معاصي. ان شاء الله يعني التوفيق يكون حليفنا، يعني هو فقط مسألة توفيق. وبعض الامور يعني خلال الفترة الشتوية ما نستعجل زي ما ذكرت انت، ان شاء الله انه يكون فيها تعديل خصوصا في بطولة اسيوية مقبلة اسمه الامير، يعني تحتاج انا الكثير. ارجع اقول لك اياها معاصي، يعني خبر غير صحيح. جميل جدا. ثقيل. يقول انه اذا ما تم وقوف اعضاء الشرف، اذا ما وقفتوا اعضاء الشرف معي انا ترى بقدم استقالتي. وانا ابو تركي استقيل معاصي. اتمنى سمو الامير يعني طلب. لا احنا لاعبين ان شاء الله باذن الله عارفين الدرس باذن الله، ان شاء الله المباراه الجايه فايزين باذن الله. الله لا يهينك سمو الامير وبالتوفيق لنادي النصر، واشكرك على وقتك الثمين. والله لا يهينك يا سمو الامير، شاكر لك. طول عمرك يا حبيبي. الله لا يهينك، شكرا لك.